الرحيم. النهارده هنعمل لكم الكاتشب بطريقه سهله وبسيطه. احنا معانا هنا حوالي كيلو طماطم، معانا هنا 4 فصوص توم، ورق لورا، 3 فصوص حبهان، 3 قرون فلفل احمر هو حامي. هنا معانا واحده وبصلايه واحده. طبعا احنا هنحط الاول انا كنت مجمده هنا الطماطم عشان القشره سهله تتشال، او في التصفيه تبقى سهله في التصفيه. اللي حابب يعملها قبل ما يحطها في الميه ممكن يحطها في ميه سخنه يا جماعه، بعد كده يقشرها واحده واحده بالراحه. احنا هنحطها في الحله هنا ونحط معاها الفلفل والثوم والبصل والورق اللورا والحبهان. وبعد كده نحطهم على النار ونسيبهم، ونزودها طبعا ميه ونسيبهم يستووا. وبعد كده اول ما يستووا هنبدا نصفيهم، وبعد كده نبدا نحط الفلفل الاسود ومعلقه السكر والخل. فاحنا الاول هنمشي واحده واحده. فنبدا تحطهم في الحله وحط معاها التوابل ديت وحطها على النار. احنا هنا قطعنا الفلفل الاجزاء الخضراء اللي فيه، وهنا البصله قطعناها اهي وحطيناها وزودنا الميه يا دوب مغطينا لو انتم شايفين وكده. فهنبدا نحطها على البوتاجاز تستوي براحتها خالص لحد ما معلش الطماطم والبصل وكل دوت يندمج مع بعض. وبعد كده هنبدا الخطوه التانية بقى ان احنا هنبدا نفرمه ونصفيه. رجعت لكم تاني. احنا هنا ال الكاتشب يا جماعه، هي هنا الحاجه كلها استوت مع بعضها. فاحنا ايه هنستنى، هي لو واضحه بس لسه نازلها كانت على النار. هنشيل الورق اللورا والحبهان، نركنهم على جنب او نرميهم يعني، ونبدا اول ما يبرد نضربه في الخلاط. وبعد كده هنجيب بقيه المكونات اللي هتتحط معاه اول ما يبرد. هرجع لكم تاني. احنا هنا فرمنا الكاتشب الصلصه بتاعته كده ووضبناها وصفيناها كويس. هنضيف لها بقى ايه معلقتين خل كبار، طبعا دي بالنسبه للكيلو، ومعلقه سكر كبيره. هنا معلقه سكر كبيره، معلقه قرفه. اللي هيحط قرفه خشب يا جماعه يبقى يحطها في شاشه، عشان ايه هو والحبهان والورق اللورا ممكن يحطهم في شاشه يربطها وبعد كده يشيلها يرميها. احنا هنا حطيت هنا بس عشان اقولها لكم، هنا معلقه صغيره فلفل اسود، ممكن لو حد يحطه حبه ممكن نحطه برده في الشاشه. معلقه قرفه صغيره. هنا معلقه كبيره سكر. هنبدا نحطهم ونضيفهم عليه، وبعد كده هنقلبه كويس، وبعد كده نحطه على النار يبدا يستوي براحته خالص لحد ما يوصل يعني المستوى اللي احنا عايزينه كده. انا هحطه بقى على النار، واول ما يبدا يندمج مع بعض كده هوريه. رجعت لكم تاني. احنا الكاتشب اتسبك وصل يعني السمك اللي احنا عايزينه اهوت. طبعا الطعم الورق اللورا باين فيه اللي عايز ما يحبش ورق اللورا يبقى باين او واضح فيه شويه ممكن يقلل ورقه ولا حاجه ويحط مع الطماطم. و3 معالق كبيره خل اهم حاجه. احنا هنا هنستنى بس لما يبرد شويه، وبعد كده هنحطه في برطمان. عقمنا البرطمان وبعد كده هنحطه فيه، وبعد كده نحفظه في التلاجة. احنا كده حطينا هنا البرطمان اللي حطينا فيه الكاتشب. كل الكميه اللي احنا عملناها ملك البرطمان دوت اللي هو كيلو. انا هكتب لكم المقادير بتاعته. طبعا لازم يبرد الاول يا جماعه قبل ما نحطه، وبعد كده اما يبرد خالص نغطيه ونحطه في التلاجة. الاستعمالات بقى لاي حاجه، ممكن نحط منه على البيتزا طبعا جنب البطاطس. الحاجات دي السندوتشات يعني احنا عارفينها. ولو اللي ما بيحبش طعم اللورا زي ما انا قلت ممكن يقلل ورق اللورا شويه وكده. ممكن يحط بدل الفلفل الحامي ممكن يحط الفلفل الاحمر اللي هو الكبير برضو، عشان بيبقى مسكر وطعمه حلو في الكاتشب. يعني كان بالنسبه لي انا حطيت الاحمر الحامي عشان هو انا كنت محتاجه الطعم بتاع الفلفل الحامي شويه في الكاتشب. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب بالهنا والشفا.